السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. النهارده زي ما انتم شايفين هعمل محشي اللي هو محشي البطاطس. طبعا اكله حلوه جدا وكل الكبير والصغير بيحبها. طبعا البطاطس بتاعتنا بتبقى محشيه باللحمه المفرومه، بأقل كميه لحمه مفرومه عندنا بنقدر نعملها. هنعملها ازاي؟ اول حاجه هنجيب البطاطس بتاعتنا، لازم تكون اللي هي الصغيره او الوسط. بنقشرها. انا هوريكم بس، انا واحده معايا بس اهي البطاطس بتاعتنا. اول حاجه ان انا لازم اعمل لها ايه؟ قاعده من تحت، اللي هو ايه؟ ان انا بشيل كده بحيث ان هي ايه؟ تقف كده. هنجيب كده، هنجيب المقوار بتاعنا اكننا بنتعامل مع زي ما انتم شايفين كده مع الكوسه، مع البتنجان. بنقور ايه؟ البطاطس بتاعتنا بتطلع معانا زي ما انتم شايفين كده. بنقورها شويه تاني عشان تشيل طبعا اللحمه بتاعتنا اهي. طبعا ما بنوصلش للقاعده من تحت عشان ايه؟ ما تتقطعش ايه مننا، زي ما انتوا ايه شايفين كده. هعمل ايه تاني؟ هخلص الكميه دي كلها، واول ما بخلصها فبحطها في ميه اللي هي الفتافيت اللي بتطلع ديت عشان ما تغيرش لونها. وبعد كده ايه؟ وبنحمر ايه البطاطس اللي انتوا شايفينها ديت في شويه زيت عشان ايه؟ تتمسك كويس واحنا بنعمل ايه؟ الصينيه بتاعتنا. يلا بينا نشوف الطريقه، بس قبل ما بنبدا بنصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي البطاطس بتاعتنا زي ما انتم شايفين انا حطيتها في شويه زيت على النار بشمعها، يعني بحمرها تحمير خفيف. انا خلاص حمرتها كده، هطلعها من الزيت على ورق مطبخ عشان اصفيها من الزيت ايه؟ الزياده. دلوقتي هنعمل الناحيه الثانيه. دلوقتي البصله بتاعتنا زي ما انتم شايفين احمرت. على طول هحط اللحمه المفرومه بتاعتنا عشان اعصجها كويس مع البصل زي ما انتم شايفين كده. وادي اللحمه بتاعتنا بعد ما عصرناها على طول هنحط التوابل بتاعتنا اللي هي الملح والفلفل الاسمر وبهارات اللحمه. هنعمل ايه دلوقتي تاني؟ هحط على طول فلفل رومي، عندك الوان حطي، عندك رومي حطي، عايزه بتحب الحراق حطي فيه. هقلبها كويس قوي لحد ما الفلفل بتاعنا بيدبل زي ما انتم شايفين كده. وخلاص اللحمه بتاعتنا ايه؟ اتعصجت وهسيبها لحد ما ايه؟ ما تبرد خالص. عشان هنعمل الصلصه بتاعتنا اللي هنسوي فيها البطاطس حطيت سمنه وبصلايه زي ما انتم شايفين دبلت. انا مش عايزاها تغير لونها، يا دوبك بس تدبل. هنعمل ايه على طول دلوقتي؟ هنزل بكوبايتين من عصير الطماطم زي ما انتم شايفين كده. وايه تاني؟ هحط على طول الملح والفلفل الاسمر والكمون وذره من السكر. وهسيب الصلصه بتاعتنا لحد ما تتسبك. يعني ايه تتسبك؟ يعني تقل للنص كده. وبعد كده ايه؟ هنرجع نزودها ميه او شوربه اللي متوفر ايه عندنا. دلوقتي الصلصه بتاعتنا زي ما انتم شايفين اتسبكت. هعمل ايه؟ هزودها يا اما كوبايه ميه او من الشوربه. انا عندي شوربه فانا هزودها ايه؟ شوربه. دايما بقى على طول بشيل ايه؟ الشوربه عندي في التلاجة لحاجه زي كده. طبعا اظبط الملح بتاعنا عشان طبعا الشوربه فيها ملح. وهسيبها تغلي كويس ايه؟ كويس قوي. البطاطس بتاعتنا زي ما انتم شايفين اهي. وادي البطاطس القلب بتاعها طلعناه وحطيناه في الصينيه بتاعتنا. ده بيعمل ايه؟ بيحمس طبعا البطاطس المحشيه ان هي تتحرق او ان هي تتلزق في الطاسه. طبعا احنا دلوقتي البطاطس زي ما انتم شايفين ادينا لها لون من جميع الجوانب. هنعمل ايه؟ هنحشيها على طول باللحمه المعصجه بتاعتنا. طيب فايده ايه البطاطس لما حمرناها في شويه من الزيت زي ما انتم شايفين كده؟ فايدتها ان بتتشمع من بره. لما بنيجي نحطها في الطاسه بتاعتنا او في الصينيه زي ما انتم شايفين كده وتستوي ما بتتقطعش، ما بتتفرولش. عشان طبعا بتبقى ايه؟ ماسكه نفسها. دلوقتي زي ما انتم شايفين انا بحشيها اهو. وهرصها فين؟ في الصينيه ايه بتاعتنا. البطاطس بتاعتنا بعد ما خلصناها حشي اللحمه المعصجه على طول وحطيناها فين؟ في الصينيه. هنعمل ايه؟ هنحط الصلصه بتاعتها بسم الله. زي ما انتم شايفين كده.
طبعا انتوا بتقولوا ان البطاطس ليه واقفه زي ما انتوا شايفين واقفه، لان طبعا احنا عاملين لها ايه، مقسمينها من تحت وعاملين لها زي قاعده عشان تفضل ايه واقفه. دلوقتي انا هعمل ايه، هدخلها الفرن على طول لحد ما تستوي كويس، وبعد كده ايه ارجع لكم تاني. ادي صينيه البطاطس بتاعتنا بعد ما استوت وطلعت من الفرن زي ما انتوا شايفين، استوت وخدت لون حلو قوي. انا هطلع واحده معاكم، بسم الله اهو. زي ما انتوا شايفين بصوا اهي مستويه، وادي اللحمه بتاعتنا اهي على طول مستويه. طبعا البطاطس اللي من تحت مستويه جدا، طعمها حلو قوي. هتعجب ولادكم الكبير والصغير. ينفع يتقدم تتقدم مع ايه، بتتقدم مع رز بالشعريه، رز واحده بواحده، رز ابيض، الرز اللي انتوا بتحبوه. وان شاء الله لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وبالف هنا.